لوددت أن صاحب هذا البيت من الشعر يقايضني بثواب هذا البيت بتفسير الميزان الذي كتبته في 20 سنة. فقال: يذكر أحد المراجع أنه في يوم من الأيام ذهبوا لزيارة المفسر الكبير سماحة آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان في تفسير القرآن. يقول: جلسنا، جاء وأحضر الشاي وكانت يده ترتعش لكبر سنه. يقول هذا السيد: فقمت وأخذت منه الشاي ووزعته على الضيوف. التفت صاحب الميزان فوجد أحد الخطباء من بيننا فقال: قم وانع الحسين عليه السلام. فامتثل هذا الخطيب وجاء بمصيبة علي الأكبر، وجاء ببيت من الشعر يصور حال الحسين عند فقد علي الأكبر، وأن هذا الطائر بعد موت فرخه قد انكسر ظهره. فبكى صاحب الميزان وكرر ذلك المقطع 3 مرات. فلما انفتل الخطيب من المجلس قال صاحب الميزان: لوددت أن صاحب هذا البيت من الشعر يقايضني بثواب هذا البيت بتفسير الميزان الذي كتبته في 20 سنة. فقال له بعض الحضار: سيدنا، هذا البيت للشاعر الفلاني، وهو شاعر معروف أن لديه شعر غزلي متهتك. سيدنا، أنت تعرف صاحب هذا الشعر؟ فقال صاحب الميزان: نعم، قرأت ديوانه بالكامل وهذا ديوانه، ولكن لا أظن أن سيد الشهداء يتركه في المحشر لنعيه فلذة كبدي بهذا البيت من الشعر. هذا ثواب نعي الحسين وخدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والقلب الذي يمتلئ بحب الله وحب الحسين بعيد إن شاء الله عن همزات الشياطين.